ربنا ابتلاني بجار على طول سكران، وطول الليل يفضل يزعق بصوت عالي جدا، واول ما الصبح يطلع يروح فاتح الشباك وينادي على اسمين بالتحديد ويقعد يعيط ويقع ويغمى عليه كل يوم على الحال ده. وكل ما امسك التليفون واقول اتصل بالبوليس ضميره يقول لي يا عم ده سكران، ودي قاعده عامه لانه غير مدرك باللي بيعمله، المفروض الوعي هو اللي يحتويه. ومراتي تقول لي البوليس هيجي وهيقعدوا يرغوا واحنا عندنا شغل. اخر الاسبوع اللي فات قابلت واحد جاري ساكن في نفس الشارع، وبالصدفه الكلام جاب بعض، فبقول له هو الراجل ده ماله سكران على طول كده ليه؟ ده احنا مش بنعرف ننام، وفين الاثنين اللي بيفضل ينادي عليهم دول؟ قال لي معلش احنا كمان زيك، بس ده كان دكتور كويس ومحترم جدا، لكن مراته وبنته عملوا حادثه بالعربيه وماتوا هما الاثنين، ومن ساعتها وهو على الحال ده يفضل يسكر وينادي عليهم طول الليل. الحقيقه اتاثرت جدا وصايب عليا، وقلت ايه الفيلم العربي المأساوي ده؟ فبحكي لمراتي زعلت قوي وعينها دمعت، وقالت لي تعالى نحاول نخفف عنه ونحسسه انه مش لوحده. طبطنا عليه وفتح لنا وحالته ما يعلم بها الا ربنا، سلمنا عليه وعرفناه اننا جيرانه، وكان فرحان جدا وعينيه دمعت، وقعد يحكي لنا على اللي حصل مع مراته وبنته وان محدش بقى بيسأل عليه. قعدنا نخفف عنه ونقول له ان احنا اخواتك الصغيرين، ولو احتجت اي حاجه خبط علينا وتعالى زور. النهارده عدى اسبوع من ساعه ما نزلنا له وما سمعناش صوته نهائي، لدرجه اننا خفنا يكون عمل في نفسه حاجه. المهم وانا نازل خبطت عليه شوفه، ولما فتح لي شفت انسان تاني خالص حالق وفايق. اتبسطت جدا وقلت له انا حبيت بس اطمن عليه. قعد يشكرني ويقول لي انتوا ما تعرفوش زيارتكم دي اثرت فيا بايجابيه ازاي. انا متشكر لكم جدا.